محمد علي بعد ما خلص السياسه الداخليه بتاعته هيبدا يعمل سياسه اسمها سياسه خارجيه. ايه السياسه الخارجيه دي؟ 4 حروب، في حربين بامر السلطان العثماني وفي حربين تحت قياده محمد علي هو اللي بيعملهم. ليه؟ لانه عايز ينفصل عن الدوله العثمانيه او السلطان العثماني تماما. طب محمد علي انت هتعمل ايه؟ قال لك ال4 حروب دول اولهم كانت حروب شبه الجزيره العربيه. ايه اللي حصل فيها؟ قال لك كان في حركه اسمها هناك حركه وهابيه، دي كانت عامله ثوره كبيره جدا وعايزين ينفصلوا عن الدوله العثمانيه. فالثوره الوهابيه دي محمد علي امر ابنه اللي هو ابراهيم بيه يذهب اليهم، فقال لك ان هو نجح في السيطره، يبقى نجح في السيطره على الثوره الوهابيه ورجعها تاني تحت قياده السلطان العثماني. الكلام ده كان سنه كام؟ قال لك من 1811 لحد 1819، يبقى دي اسمها حروب شبه الجزيره العربيه. لحد بقى ما بيجي محمد علي بدماغه قال لك اهداف سياسيه وعسكريه واقتصاديه بدماغك. قال لك راح فين يا محمد علي؟ هروح اضم السودان. راح تعمل ايه في السودان؟ معلش قال لك هضمها ليا، هتبقى الجزء اللي يتجزأ من مين؟ من مصر، يبقى هحكم مصر والسودان. طب انت عملت ايه هناك؟ عمل 3 حاجات. الحاجه الاولانيه اللي عملها قال لك ذهب الى جنوب السودان. الثانيه بنى مدينه الخرطوم. ايه ثالثه؟ قال لك واكتشف منابع النيل، وكان من اهم المنابع دي هو النيل الابيض. اللي بعد كده بيجي له تاني السلطان العثماني يقول له الحقني يا محمد يا علي والنبي. ايه يا سلطان يا عثمان؟ قال له الحق، ده في ثوره هناك في مدينه المورة، عايزين يعملوا ايه الثوره دي؟ قال لك احنا عايزين ننفصل عن الدوله العثمانيه. معلش عايزين الدوله العثمانيه تماما. فمحمد علي بيجهز جيشه الاسطول بتاعه ويذهب اليهم، ولكن للاسف قال لك هزيمه جيش محمد علي وتحطيم الاسطول بتاعته في معركه سميت معركه نافارين سنه 1827، يبقى الاسطول بتاعه بيتدمر. ولكن هنا محمد علي ما كانش بالغباء ده، قال لك بعد ما اسطوله اتدمر ضم جزيره هناك كان اسمها جزيره كريت، طبعا عارفينها، جزيره في البحر المتوسط فوق مصر كده اسمها جزيره كريت، ضمها. بعد ما محمد علي بيضم جزيره كريت قال لك مكانه مصر لدى الدول الاوروبيه بتعلو. يعني ايه بتعلو؟ يعني بيشوف ان مصر دي بقت قوه عظمى وما عادش ينفع محمد علي يتحرك اكتر من كده. بس محمد علي جت في دماغه فكره الانفصال التام عن الدوله مين؟ العثمانيه. ليه اللي حصل؟ قال لك ان الجيش المصري بتاعنا ده اهو، الجيش ده في منه اتحبس شويه اثناء المعركه دي. يعني اتحبس يعني خدوهم اسرى، فالدول الاوروبيه جت لمحمد علي مخصوص تتفاوض مع اوبا. حصلت مشكله. ايه المشكله؟ هم راحوا لمحمد علي، المفروض ما كانوش يروحوا لمحمد علي، كان المفروض يروحوا لمين؟ للسلطان العثماني. فهنا حصل توتر في العلاقه. السلطان العثماني شاف ان الدول الاوروبيه بتفضل محمد علي عليه، قال لك ان حصل هنا مشكله ما بين السلطان العثماني ومحمد علي، فده اللي ساعد محمد علي ان حركه او نمو الانفصال عن الدوله العثمانيه يجيب. عشان كده راح عمل ايه؟ قال لك حروب اسمها حروب الشام اللي بدات من 1831 ل 1829. الحروب دي بسبب ايه؟ قال لك بسبب توتر العلاقه بين السلطان العثماني ومحمد علي. يبقى دي نتيجه فادت عند هنا سبب. يبقى ايه سبب حروب الشام؟ توتر العلاقه ما بين السلطان العثماني ومحمد علي. العلاقه باظت ما بينهم بسبب ان الدول الاوروبيه تدخلت. طيب يا عم العلاقه ديت احنا مش عايزين حاجه، عملت ايه يا محمد يا علي؟ قال لك اخذ منهم الشام ووصل لحد نهر الفرات. يعني انت اخذت الشام ومصر بقت لها السياده على مين؟ على بلاد الشام، نفوذها امتد. الدول الاوروبيه تسكت؟ قال لك لا، ده ادركت ان محمد علي بقى خطر. وبيمثل ايه؟ قال لك بيمثل خطر على التوازن الدولي. يعني هو ممكن ياخد دول ثانيه. قال لك فنفرض عليه معاهده سنه 1840 معاهده. المعاهده دي سميت بمعاهده 1840؟ لا، ده اسمها معاهده لندن. يعني معنى كده ان هي اتعملت فين؟ في انجلترا في لندن. قال لك ان المعاهده ديت بتنص ايه يا محمد يا علي؟ تعال يا سلطان يا عثمان تعال. الاثنين بقى زعلانين من بعض، احنا جايين ان احنا نصالحكم على بعض، ايه رايكم؟ انت بتهدي النفوس ليه؟ عشان خايف محمد علي ياخد منك دول؟ قال لك ده حقيقه بيمثل خطر. وفعلا كانت ايه بقى شروط المعاهده؟ قال لك عندي شرطين. الشرط الاول يا محمد يا علي ترجع لي شبه الجزيره العربيه وترجع لي الشام. قال له ماشي. طب الشرط الثاني محمد علي يكون واليا على مصر والسودان. طب ماشي يا عم احنا ما عندناش اي مشكله. ايه موقفك يا محمد يا علي؟ قال له يا عم انا موافق. خلاص يلا. اضطر محمد علي انه يوافق، هرجع لكم كل حاجه بس ابقى والي على مصر والسودان، مفيش اي مشكله. فيجي السلطان العثماني بقى عشان يراضي محمد علي، انا هديك فرمان. الفرمان ده اللي هو امر واجب تنفيذه، يعني يحصل حاله. الفرمان ده كان سنه كام؟ قال لك 1841. طلع فرمانين. الفرمان الاول بينص
ان محمد علي يكون ايه؟ قال لك ولي على مصر هو وابنائه واسرته، يبقى الحكم في مصر يكون ايه؟ وراثي لاسره محمد علي. طب بعد كده يجي الفرمان الثاني، ايه يا محمد يا علي؟ قال لك يكون محمد علي واليا على السودان، يعني معنى كده ان هو هيضم مصر والسودان.